الراجل كان قاتل قلبه. بيب جوارديولا النهارده كان جريء بزيادتين ثلاثه. انا بلعب ضغط عالي على ريال مدريد في السانتياغو برنابيو، فاللي هو انت مجنون. انت بتلعب ضغط عالي، اللعيبه كلها بتاعتك بتضغط عند ريال مدريد في الملعب بتاعها. طب والدفاع بتاعك صباح الفل. بالنسبه لان انت مش عندك ووكر معاك، ده بالنسبه لك ايه؟ كارلو انشيلوتي شغل دماغه، قال لك بص الراجل دوت مش عنده ووكر، فانا بحط له ايه؟ فينيسيوس على اليمين، ده انا هحط له فينيسيوس ورودريجو الاثنين، ما ووكر بقى مش موجود فهنقلبها مراجيح. السلام عليكم ورحمة الله، معكم زيكا. وبيب جوارديولا طلع بالتاني أفضل نتيجة ممكن يطلع بيها من سانتياغو برنابيو. هتقول لي ازاي يعني؟ اشمعنى التاني مش الأول؟ هقول لك يعني طبيعي هيطلع أول. يعني أفضل نتيجة كان ممكن يطلع بيها إن هو الراجل يكسب 3-2، أما كان ليه الأفضلية في الشوط التاني والراجل كان كسبان 3-2. دي هو لو كان طلع بالنتيجة ديت فالراجل ده كده جاحد. اطلع كسبان من قلب سانتياغو برنابيو قدام ريال مدريد في دوري الأبطال قدام 100,000 متفرج، كسبان بالثلاثه. فانا كده مقفل عداد، انا جبت عداد كره القدم كده وقفلته. ولكن يعني فالفيردي كان ليه راي تاني وقال لك بص يا عم جوارديولا يعني بلاش ايه اول افضل نتيجه، خليك تاني افضل نتيجه. جوارديولا اصلا مش بيلعب باتنين لعيبه مهمين جدا اللي هم مين؟ انت عندك دي بروين ما كانش بيلعب معاه، وهالاند. تقول لي ازاي هالاند ما كانش بيلعب معاه؟ اقول لك ازاي، انت عندك دي بروين مش موجود فانت هالاند اتقتل. غير كده ان هالاند كان بيلعب مع مين؟ روديجر. فروديجر يعني معروف ان هو مدافع اجريسيف قوي، يعني مفيش حد بيفلت منه. فانت من غير دي بروين وبتلعب معاك روديجر، فهالاند النهارده ما كانش موجود. فبيب جوارديولا كان بيلعب من غير اتنين مهمين جدا، قالوا هما مين؟ دي بروين وهالاند. بعد كل المعطيات ديت وبيب جوارديولا جيب 3 اجوان، ف شابوه. النتيجه كان يستحقها جدا. ليه؟ لان الراجل لعب ماتش بجرأه. الراجل كان قاتل قلبه. بيب جوارديولا النهارده كان جريء بزيادتين ثلاثه. ليه؟ انت عندك انا بلعب ضغط عالي على ريال مدريد في السانتياغو برنابيو، فاللي هو انت مجنون. انت بتلعب ضغط عالي، اللعيبه كلها بتاعتك بتضغط عند ريال مدريد في الملعب بتاعها. طب والدفاع بتاعك صباح الفل. بالنسبه لان انت مش عندك ووكر معاك، ده بالنسبه لك ايه؟ كارلو انشيلوتي شغل دماغه، قال لك بص الراجل دوت مش عنده ووكر، فانا بحط له ايه؟ فينيسيوس على اليمين، ده انا هحط له فينيسيوس ورودريجو الاثنين، ما ووكر بقى مش موجود فهنقلبها مراجيح. وبالفعل الجبهه اليمين عند مانشستر سيتي كانت في الشلاحات. يعني النهارده اكانجي كان عبيط فشخ، بالذات في الجون التاني اللي دخل في مانشستر سيتي. الراجل انا متاكد اقسم بالله 1000%، يعني لو ووكر مكان اكانجي في الكره ديت كان رودريجو عمره ما كان جاب الجون ده. بيب جوارديولا كان النهارده قلبه حلو قوي، وكان قلبه قاعد. لعب ماتش تقيل، لعب ضغط عالي، وحتى الكره لما كانت معاه ريال مدريد كان بيضغط عليه، الراجل كان ثابت جدا واللعيبه بتلعب 1 2، يعني بيقسموا على ريال مدريد. واللي نجد النهارده بيب جوارديولا في ظل غياب دي بروين وهالاند، انت كان عندك في الفودين يا جدعان فاجر قوي. الراجل بقت رجليه مسطره على الجون، والراجل فكك بقى من رجليه حلوه على الجون ولا رجليه وحشه عن الجون. انت عندك اللعيب اما بيجي اخر الموسم ويفور كده بيبقى لعيب تقيل قوي. يعني في لعيبه بتبقى في اول الموسم جامده واخر الموسم الكيرف بتاعها بينزل. الراجل دوت لعب اول الموسم جامد، اخر الموسم بقى فاجر. اللي هو يا عم ده انا بحبك يا عم، انا مش بشجع السيتي بس انا بحبك. اما بقى بالنسبه لرودري، فالراجل كان عامل زي النحله في خط النص. الراجل بص دينامو، شغال رايح جاي في الهجوم تلاقي في الدفاع تلاقي، عامل ماتش جامد قوي. بس يعني الراجل مجهوده طبعا لازم يقل. انا بلعب السيزون كله في دوري ودوري ابطال وكاسات، الراجل مديها 75 ما كانش قادر يجري وحقه. يجي بقى لكارلو انشيلوتي، الراجل عمل ماتش يعني دي اقصى امكانياتك قدام مانشستر سيتي. يعني مانشستر سيتي كانت تقيله قوي النهارده. ده اول حاجه. تاني حاجه، انت كان عندك واحد زي فينيسيوس على الورق، انت النهارده على الورق يقول لك ايه ده افضل لاعب، الراجل عمل 2 اسيست وماشي، لكن في الحقيقه الراجل ده خرج جامد قوي. يعني حتى الاسيست الثاني هو رفع عرضيه ما يعني ملهاش اي عنوان، لولا بس ان فالفيردي اللي جامد. يعني في الجون بيكون من ايه؟ من جون واسيست. انت عندك ممكن يبقى الاسيست كان جامد فشخ، ويعني مثلا واحد كمل وحط الكرة في الجون، او عندك العكس. فالعكس بقى حصل في الكرة ديت. الاسيست يعني كانت كرة عبيطة فشخ، فجأة فالفيردي جه بقى موجود في قلب ال 18 وحط رجليه الكرة مسطرة. بقى بص عارف انت البلياردو ماشية كده في قلب الجون، الكرة مش معتمدة اي حد. بالنسبة لكارلو انشيلوتي دي اقصى حدودك قدام مانشستر سيتي. هنشوف بقى ايه اللي هيحصل في العودة ان شاء الله يوم الاربعاء. واعتقد يعني زي ما انا كنت متوقع ان الريال هيخلصها ايه في الاتحاد. يجي بقى الماتش البايرن والارسنال، ولك ان تتخيل يعني عزيزي المشجع الكروي ان البايرن في اضعف حالاته وفي اضعف حالته النفسيه. راجل خسران الدوري، وراجل خسران لسه قبل ما يجي لك في ملعب الاتحاد، خسران من في الدوري برضه، تلعب خارج ارضه. وانت يا ارسنال انت تقريبا اول الدوري الانجليزي، او يعني انت مش تقريبا، هو انت اول الدوري الانجليزي، انت اول الدوري الانجليزي ومعاك فرقه جامده طرش، حالتك المعنويه في السماء، وانت هتخسر على ارضك. انا عايزك تقنعني ازاي يا عم الارسنال يحصل فيك كده؟
انت كده بقى بالنسبه لك البايرن عقده نفسيه للابد، يعني احنا مش عارفين نفكها ازاي. يعني نعمل ايه في البايرن اسوأ من اللي هو فيه ونجيبه لك عشان ايه تكسبه. هي شكلها فعلا عقده مش هتتفك بالنسبه للارسنال، واعتقد وبشده ان الارسنال هيطلع برضه. ماتش العوده هيبقى فين؟ في المانيا، فالكلام خلصان من قبل ما نقوله يعني. بس برضه يعني كره القدم ما فيهاش مستحيل يعني، او فيها مستحيل يعني. بس كده، واخيرا ولا اخيرا كان معكم زيكا. لو انت لسه مش عامل لي سبسكرايب على اليوتيوب وما فعلتش الجرس، يعني اعمل سبسكرايب وفعل الجرس واعمل لايك وقول لي ايه رايك. تمام. ولو انت بقى مش عندي على الفيسبوك، تعالى عندي على الفيسبوك، هتتبسط هناك كتير قوي.